يا درويش. وبعدين بقى يعني طب هنعمل ايه؟ طب السنه الجايه مش هينفع نخلي الدوري 25 فرقه، احنا كده وماشيه بالعافيه. الاسماعيلي المفروض يصحصح، يعني في توقف دولي احنا داخلين عليه، المفروض ان هو بقى يشوف الدنيا ماشيه ازاي، يعدي بس مرحله ان هو ما يهبطش. اصلا اللي انا بقوله ده كارثه، ان الاسماعيلي يبقى محطوط في حته ان احنا بنتكلم على ان يا رب الاسماعيلي ما يهبطش. لا لا، دي كارثه. دي انا عمري ما كنت اتوقع في حياتي ان هي تبقى كلام بيتقال اصلا. الاسماعيلي فين يا جماعه؟ انا على فكره كلامي وهجومي ده كله مش على الاسماعيلي كاسماعيلي، بالعكس انا متضايق ان فريق كبير زي ده ما يبقاش موجود دلوقتي ومش منافس ومش في الصوره. لكن احنا بنتكلم بقى بالعقل. الاسماعيلي صفر. الاسماعيلي اكتر فريق لاعب ماتشات، اقل فريق جاب نقط. الاسماعيلي بيعمل ارقام قياسيه في اللا شيء. اداره الاسماعيلي انتوا فين يا نجوم؟ انتوا فين يا دراويش؟ مين اللي بيلعبوا دول اصلا؟ شو يا عم، مع احترامي الكامل ليهم، ناشئين ويطلعوا ويعملوا شغل، بس لازم يبقى معاهم لعيبه تشيل مع الناشئين دول عشان الفرقه دي يبقى ليها مستقبل. هي بتتبني كده، انتوا فاهمين غلط. انما كلهم كده ناشئين. طب ازاي؟ طب انت دلوقتي موقف لك القيد، يبقى الحل ايه؟ الحل في اداره، الحل في تدخل مادي، ان حد يكون معاه فلوس، بيحب النادي او ايا كان باي شكل من الاشكال، يحط فلوس للنادي عشان يحلوا مشكله القيد، عشان يجيبوا لعيبه. ده يتعمل امتى؟ يتعمل في يناير عادي. ما لحقتش نفسك اهبط، انزل درجه ثانيه. الاسماعيلي هيبقى درجه ثانيه. يا اخي ده احنا طول عمرنا اهلي زمالك اسماعيلي. ده الجمهور الزمالك كان ليه هتاف بيقول وبطوله الدوري ان شاء الله لينا، لا اهلي ولا اسماعيلي. بقينا بنقولها لا اهلي ولا اسيوطي. انتوا ما بقيتوش موجودين في الساحه، وده مضايقنا، مضايق الاهلي ومضايق الزمالك. فكك بس من سكه الزملكاويه بيحبوا الاسماعيلي والاهلاويه، لا احنا المنافسه الثلاثيه دي اتربينا عليها وبنحبها. فيا اسماعيلي ويا اداره اسماعيلي، انتوا هتهبطوا، انتوا صباح الفل، انتوا ما جيتوش.